دي احلى لازانيا عملتها لحد دلوقتي، والاجمل ان شرايح اللازانيا معموله في البيت من الصفر. تعالوا اوريكم الوصفه كامله خطوه بخطوه. طلعت خطيره. هنعمل اللازانيا. استخدمت كوبايه ونص دقيق، 3 بيضات، رشه ملح، معلقتين زيت. هنزل البيض على الدقيق واحط الملح واحط. هبدا اضرب البيض شويه كده في وسط الدقيق، وبعدين هحط الدقيق واحده واحده على البيض. هبدا اعجن كل المكونات مع بعض. اهم حاجه ما تبقاش بتلزق، لو لقيناها بتلزق هنضيف شويه دقيق. كده العجينه بقت جاهزه، هسيبها ترتاح لمده 10 دقايق تكون متغطيه. انا بعد ما ارتاحت بوريكم القوام بتاعها. هرش دقيق على الترابيزه اللي هفرد عليها، واحط العجينه وهقطعها مربعات صغيره، بحيث ان هي تبقى مربعات اقدر افردها بشكل طولي عشان تبقى سهله معايا، لان انا ما عنديش المكنه اللي هي بتعمل الباستا. هي بتتفرد معانا بسهوله جدا، هي بس بتحتاج وقت عشان تتفرد كويس. هنا كنت بقطعها مربعات على حسب الصينيه اللي انتوا بتستخدموها. هبدأ بقى اقطع الباقي. اهم حاجة بس نغطي العجينة اللي احنا بنعملها، ونغطي برضو المربعات اللي احنا عملناها عشان ما تنشفش مننا. هكرر نفس اللي انا عملته مع التانية، هفرد على حسب المقاس اللي انا عايزاه، على حسب الصينية، على حسب ما انا عايزاها مربع قد ايه وطولها قد ايه. اهم حاجة بس العجينة ما تبقاش تخينة، اشوف ايدي من وراها. انا هفرد كله وهقطع كله. كنت بوريكم برضو واحدة تانية. دول اللي انا عملتهم، حطيتهم على جنب، وطبعا غطيتهم وبدات اكمل باقي الكميه اللي معايا. دول هيكفوا صينيه صغيره زي اللي انا عملتها. ولو انتوا مش بتحبوا العجين كتير، لو بتحبوا العجين كتير ممكن تزودوا عن الدقيق. في حله على النار حطيت معلقتين زبده واتنين بصله مفرومه ونص كيلو لحمه مفرومه. تاخد لون، وبعدين هقلب اللحمه المفرومه واضيف الملح والفلفل. حله على النار حطيت معلقتين زبده بلدي واتنين بصله مفرومه ونص كيلو لحمه مفرومه. تاخد لون معايا، وهقلب واحط توم باودر وهقلب، وبعدين هحط 4 جزرات مبشورين و4 معالق صلصة. هقلب تقلبتين وهضيف نص كوباية مية، وسبتها تستوي لحد ما الصوص تماسك وبقت الحشوة جاهزة معانا. تالت خطوة البشاميل. حطيت 3 معالق زبدة بلدي ومعلقة زيت ذرة و5 معالق، وقلبتهم مع بعض لغاية لما خدوا لون. بعدها نزلت تدريجي كيلو ونص لبن و150 جرام كريمة لباني، بس قلبت واحدة واحدة عشان ما يكتلش معانا. اهم حاجة التقليب واحنا بننزل اللبن. وتبلتهم بملح وفلفل اسود. انا زودت الفلفل الاسود، وممكن تزودوا نص مرقة دجاج او مرقة لحمة على حسب ما انتوا عايزين. هنا كنت بحط الكريمة اللباني، استخدمت نص عبوة صغيرة. وهنا كنت بوريكم قوام البشاميل عامل ازاي. رابع خطوة بجمع تجميع اللازانيا. بدأت ارص بالطريقة دي: طبقة بشاميل، طبقة لازانيا، طبقة لحمة. كررت الطبقات 3 مرات، واخر طبقة كانت لازانيا وفوقها طبقة بشاميل. المقدار على حسب ما انتوا بتحبوا. لو حابين اللحمة اكتر بنزود اللحمة، لو حابين البشاميل اكتر بنزود كمية البشاميل. لكن اللازانيا بصراحة انا بحبها تبقى رفيعة ومتبقاش باينة قوي في الصينية. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ ارص الطبقات. اهم حاجة البشاميل تبقى خفيف متبقاش تقيلة عشان طعمها يبقى حلو وتبقى سايبة كده وحلو. دخلت الصينية الفرن على نار من تحت بس لمدة 8 دقايق، وبعدها خرجتها وحطيت على الوش 350 جرام موتزاريلا طبيعي، ورجعتها الفرن تاني وشغلت النار من فوق وتحت على درجة حرارة 200 لحد ما الجبنة ساحت والوش اخد لون ذهبي وبقى جميل زي ما انتوا شايفين كده.